مساء الخير إخواني، نحبكم في الله، والمحبة تقتضي أن نذكركم، فالذكرى تنفع المؤمنين. اليوم أحب أن أتكلم على فضل الصلاة في المساجد، فالبعض منا إخواني بل الكثير يكتفون بالصلاة في منازلهم، وهذا خطأ جسيم. وإن كان الفرض قد حث عنهم بأدائه، إلا أنه قد فاتهم فضل كبير، وهي أن الصلاة في المساجد تعادل صلاة الإنسان في منزله ب27 درجة. وفي كل خطوة إلى المساجد رحمة ومغفرة وحط الخطايا ولو كانت مثل زبد البحر. وفضل تعمير المساجد، وفضل عمار المساجد، وفضل الصلاة في المساجد. قال تعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخشى إلا الله، فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. صدق الله العظيم. وجاء في الأثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ومنهم من يعمرون المساجد. فلنكون إخواني من أولئك الذين يعمرون مساجد الله، ففي ذلك تقوى لله، وفيه مغفرة ورحمة وكبيرة من الله تعالى. شكرا لكم، نحبكم في الله. أتمنى أن تنال إعجابكم هذه المقتطفات المتواضعة. شكرا لكم.